يا مساء الخيرات يا حضرات طلاب سنة تالتة سنة، واخباركم ايه؟ يا رب يكونوا بخير، ويا رب يكون كل اهليكم بخير وبصحة وسلامة، مع حل اسئلة الوزارة الاسترشادية لسنة 2025. حصريا حل امتحانات الوزارة الاسترشادية سنة 2025. تعالوا نشوف الوزارة عايزة تخلي الطالب يتدرب على ايه، وهل مستوى الاسئلة صعب ولا سهل، وهل الامتحانات جاية في الموك اكزامز دي من بره المنهج ولا من جوه المنهج. كل دي اسئلة بتدور في ذهنك انا عارف، وانت عايز ليها اجابة، ولكن خلينا نمسك سؤال سؤال، علشان الاسئلة في بعض الاسئلة اسئلة جدلية جدا هخللها فيديو لوحده، هخللها فيديو لوحده. ولكن هنمسك سؤال سؤال كده، امتحان امتحان، ونبتدي ان احنا ننزل كل يوم امتحان ولا امتحانين كده اهو علشان نخلص منهم. هم كلهم 7 بجانب الاسئله بتاعه السنين اللي فاتت، يبقى احنا كده موجودين عندنا ايه، كل حاجه. طيب تعالى كده نشوف السؤال الاولاني بيقول ايه. Which of the following is not a method of support implant؟ مين من دول مش من ضمن السبورت امبلانت؟ طبعا احنا جزء السبورت امبلانت احنا عارفين ان في نوعين من السبورت، في فيسيولوجيكال وده متشال من منهج الوزاره او خالص مش موجود عندنا خالص، وفي اللي هو الاستراكشرال سبورت. ثانيه بس كده ايه، نعمل ميوت علشان مفيش حاجه ايه تطلع لنا تاني. فبالنسبه لي الفيسيولوجيكال سبورت والاستراكشرال سبورت دي انواع السبورت اللي موجوده في النبات. فالسيل وول ديبوزيشن ده استراكشرال، الترجر بريشر دوت فيسيولوجيكال، الكورك فورميشن دوت كان بيبقى اديشنال سوبرين لاير، ودي كانت بتبقى موجود كديبوزيشن اوف كيميكال سبستانس على البلانت ستيم، فده كان ستراكشر. اما الليف وايلتنج ده ملهوش علاقه خالص بالسبورت، اتس نوت ا ميثود اوف سبورت، يبقى الاجابه دي. السؤال التاني بيقول لك وات از ذا مين رول اوف كولينكايما سيل ان ذا بلانت؟ ايه هو يا ترى دور الكولينكايما؟ يا ترى يعني مفيش طالب مش عارف دور الكولينكايما. انا لو جبت طالب في سنه اولى ثانوي بيولوجي هيعرف دور الكولينكايما في الموضوع ده. فالكولينكايما ملهوش علاقه بالفوتوسينثيس، ولكن في بعض انواع النباتات عندها كولينكايما، وربما يكون فيها كلوروبلاست، ولكن مش ده الاساسي، لان هو بيقول لك في السؤال الاساسي. فطبعا هو هنا فوتوسينثيس بروسيس ده مش اساسي، دي حاجه احتمال تكون موجوده واحتمال لا، فمش هختارها. ستورج اوف نيوترينتس تخزين الاكل، لا تخزين الاكل دي سيبها للبارينكايما. يعني لما يجي يقول لك وات از ذا مين رول اوف بارينكايما بختار الاجابه بي. فليكسبل سبورت صح جدا، هو بيديني سبورت وبيديني الاستيسيتي، يبقى معنى كده ان الاجابه هتكون سي. ووتر ترانسبورت ملهاش علاقه، لان دي لها علاقه بحاجه تانية خالص، اللي هي اللايرز اللي كانت بتبقى موجوده بلازموديزماتا، ودي قصه كده كان في سنه تانية ثانوي. سؤال رقم 3 بيقول لك وات تايب اوف موفمنت؟ ايه هي طبيعه الحركات او نوع الحركه involves the continuous internal activity within the cell؟ ما ده بيتكلم على الخليه والحركه اللي جوه الخليه، ما قداميش غيرها السيتوبلازميك ستريمنج، ودي برضو محفوظات. يعني انا شايف لحد دلوقتي الاسئله عادي خالص، اسئله افتتاحيه، اسئله سهله ولذيذه، اي طالب يعرف يجيبها سهله جدا. خلي بالك ان احنا عندنا انواع الموفمنت افكرك بيها، هم كانوا 3. احنا كان عندنا بالنسبه لي سوري انواع الموفمنت في صوره عامه، احنا كان عندنا 3. ادينا قلنا واحده اللي هي بتاعت السيتوبلازميك ستريمنج، وكان عندنا في التوتال وفي البوزيشنال. البوزيشنال دي زي حركه الامعاء داخل جسم الانسان كدايجستيف سيستم، او حركه البلاد فيسلز، ودي برده موجوده جوه جسمنا، دي اللي هي بتتحرك في مكانها. اما بالنسبه للنبات حركه ايه تاني بوزيشنال في النبات؟ الروتس ممكن نقول عليها الليفز في مكانها، الكلام من ده. بالنسبه للتوتال خلاص معروفه ان الجسم كله بيتحرك، فبس ايه حبينا ان احنا نراجعهم كده بسرعه. ده بالنسبه للسؤال رقم 3. السؤال رقم 4 بيقول لك in which of the following، مين من اللي قدام منك group of animal، عندك مجموعه حيوانات would you find an external skeleton؟ الاكسترنال skeleton دي ممكن يعني تتشال كلمه external ويحط مكانها exoskeleton، هي نفس السؤال، هو ما غيرش حاجه، هو external skeleton هو الاكزوسكeleton. فيا ترى مين من دول عنده العظم من بره؟ الكارتلاجينس فيش، الكارتلاجينس فيش ده زي الري فيش والشارك، الكلام ده لما تيجي تبص على الشارك هتلاقي عظمه من جوه ولحمته من بره زينا بالظبط، يبقى مش هينفع ان انا اختارها. طب البوني فيش زي التاليبيان اللوتيكا اللي هي البولتي والكلام والبوري والكلام من ده، هتلاقي عظمه من جوه، الشوك من جوه، فمش هينفع اختارها. الارثروبودز اللي هم زي العقرب وزي الكابوريا والكلام من ده،
اللي هم المتمفصلات هتلاقي ان القشره بتاعتهم من بره او العظم بتاعهم من بره واللحمه من جوه. انت لما تيجي تمسك كده كابوريايه تكون نوتي كده حلوه كده وتيجي تاكلها تلاقي بقى ايه، الله ايه الحلاوه دي، تلاقي اللحمه من جوه والعظم بتاعها من بره. فطبعا ده اكزوسكeleton. ماملز استحاله طبعا، لان كل الماملز بيبقى الاكزوسكeleton بتبقى اندوسكeleton. ذا جلاند ايه هي الغده ويتش ستيميوليت المامري جلاند تو سكريت الميلك افتر دليفري؟ يا ترى دلوقتي مين اللي بيحفز المامري جلاند ان هي تخرج لبنها؟ والله يكون ان هي ميلك ليت ايت اوت، خرجوا بره، يبقى الاوكسيتوزن. والاوكسيتوزن ده كان بيخرج لي من البيتوتري. طيب انا ما ينفعش اختار الاستروجين وبروجستيرون، لان الاستروجين بروجستيرون ده اللي كان بيعمل لي ديفلوبمنت للمامري جلاند، وهو بيقول لك ستيميليت المامري جلاند مش للديفلوبمنت للميلك سكريشن. فالميلك سكريشن كان بيجي من الاوكسيتوزن. سؤال رقم 6 بيقول لك which of the following is not a function of insulin؟ يا ترى مين من دول مش من ضمن وظائف الانسولين؟ لما نيجي نفكر كده مع بعض، وظائف الانسولين كانوا 3 حاجات. انا افتكر ان الاولانيه كان بتدخل الجلوكوز انسايد السيل عن طريق الريسبتور، بتفتح البوابات بتاعه الجلوكوز فتخش، دي اول حاجه. يبقى معنى كده ان هي بتساعد في الجلوكوز اوكسيديشن. تاني حاجه بيمسك الجلوكوز الزياده في الدم ويبتدي ان هم يدخلوا جوه الكبد عشان يتحول في صوره جلايكوجين. المسار الثالث ده لو انا عندي سكر عالي جدا، يعني انت واكله يعني بص دبه ما يعلم بها الا ربنا، اكلت كميه سكريات بشكل مش طبيعي، يبتدي يتحول في صوره ايه، دهون. يبقى دول 3 مسارات. فبيقول لك مين من دول مش من ضمن وظائف الانسولين؟ بالنسبه لي السؤال رقم 6 ستيميوليتنج الجلوكوز اوكسيديشن، بيحفز لي حرق السكر، لا ده صح فمش هختارها. ترانسبورتنج فراكتوز اكروس سيل ممبرين، بينقل الفراكتوز داخل الخلايا، الكلام ده ملوش علاقه خالص، لان هو مش بينقل فركتوز، هو بينقل جلوكوز، فهي دي الجمله الغلط، فهو عايز الغلط فنعمل معاه الغلط ونختار الاجابه بي. الاجابه سي ستيميوليتنج كونفرجن جلوكوز لجلايكوجين، فعلا بيحول الجلوكوز لجلايكوجين وبيقلل نسبه السكر في الدم، فعلا بيقلل نسبه السكر في الدم. سؤال رقم 7 بيقول لك انهي هرمون secreted by a Graafian follicle of the ovary and helps the development of male secondary sex character او sexual character؟ بالنسبه لي الهرمون اللي بيخرج من الجرافيان فوليكل لحد هنا هو الاستروجين، فانا بنسبه 100% افكر ان انا اختار استروجين. لو انت بقى ولد شاطر وعارف ان جمال البنت من الاستروجين بتاعها والكلام ده كله، يبقى خلاص بقى ايه، انت ولد شاطر وحافظ الكلام دوت. مروان هتلاقيه حافظ الكلام ده. what is the importance of budding to yeast fungus؟ ايه هو لازمه البادنج لليست؟ طبعا هو اليست كانت بتعمل البادنج عشان الريبرودكشن، وكلمه ريبرودكشن يبقى increase النمبر، وكلمه increase النمبر يبقى معنى كده ان انا همنع نفسي من الاكستنكشن. طيب تعالى نلعب في الحته دي او نشوف القصه دي بتتكلم على ايه. طيب producing new individuals that are different in size، حجمهم مختلف، لا ده مش الهدف الاساسي او الوظيفه بتاعه البادنج خالص. يعني هو producing new individual بس ملهاش علاقه that are different in size، يعني الكلام ده مرفوض يا عمر. producing individual carrying new trait، بنطلع كائن عنده صفات جديده. ليه كده هو انا بستخدم هندسه وراثيه؟ ده انا بستخدم بادنج، يبقى الكلام ده مرفوض. producing large number of individual of the same species، ايوه بكتر العدد، بكتر العدد يا عم، سهله جدا. سؤال رقم 9 المنظر اللي قدام منك دوت بيقول لك ده ماتيور اوفري بتاعت بلانت وكمان جوه منها اوفيول، ده ايه الحلاوه دي؟ اوكي. which letter indicate to one of the product of meiotic division؟ مين بيطلع من الميوزز؟ بص هي سي بتطلع من ميوزز، ودي بتطلع من ميوزز، وبي بتطلع من ميوزز، فالاولى اقول سي لوحدها ولا دي لوحدها ولا كله على بعضه؟ طبعا كله، لان دي ان ودي ان ودي ان اللي هم الثلاثه انتي بودل، والاثنين اللي في النص اللي هم البولار نيوكلياي موجوده دول ان نات، والاج ان والسينرجيد ان، كله ان، يبقى كله على بعضه، يبقى اختار الاجابه بي. اوقع يعني ان انت تبقى اضمن، يعني حتى ضامن نفسك ان انت اجابتك صح. اهلا وسهلا. توينزات اوكي جوه اليوترس، ده عنده بلاسينتا لوحده، ده عنده بلاسينتا لوحده، يبقى دوت اللي هو فراترنال اللي هو الداي زايجوتيك. يبقى انا كان عندي 2 زايجوت، والاتنين زايجوت دخلها 2 سبيرم، ده اللي انا فاكره، ماليش دعوه بقى بنوعهم. هاو ميني اوفا اند سبيرم، كنت متوقع السؤال ده لان شفت عناية ارقام ومحضر الاسئله، فخلاص عرفت هو عايز ايه. هو بيقول لك في كام اوفم وفي كام سبيرم، شكرا يا عم الحاج. 2 2 يبقى 2 2 يبقى الاجابه سي. السؤال اللي بعده فين؟ اوكي. study the diagram، انا عايزك تدرس هذا الدياجرام of asexual reproduction in two different species. يعني انت عندك هنا في asexual reproduction كائن multicellular عمل ميتوزز سوان سوماتيك سيل multicellular organism X،
اوكي، مين يا ترى الكائن اللي مالتي سيلولر عمل ميتوزز خلية واحدة بقت كائن كاملة؟ اتوقع ان ممكن تكون دي ايه، هو ده بارثينوجينيسيس؟ ولا ممكن كائن كامل خدت منه خلية واحدة كبر؟ ما ممكن يكون تيشو كلتشر، ممكن يكون تيشو كلتشر. اوكي، يبقى ممكن دي تكون تيشو كلتشر. طيب مالتي سيلولر عملت مايوزس 1 ريبرودكتيف سيل، طلعت لي خلية واحدة ميل او فيميل اوفم مثلا او سبيرم، بس هو اكيد اوفم لان هو الاوفم مالتي سيلولر نيو انديفيديوال واي وطلع كائن كامل. اوكي، احتمال العمليه دي ما دام هي مايوزس يبقى ده بارثينوجينيسيس في الناتشرال بارثينوجينيسيس. الناتشرال بارثينوجينيسيس ان هاني بي درون، هاني بي درون اللي هي حوار الانتاج الهاني بي كوين اللي هو كان بيطلع لي درون. يبقى هنا في الاخر انا بطلع هنا درون، بطلع لك الاوفم بعد ما عملت مايوزز ال1 ريبرودكتيف سيل دي اللي هي الان اللي هي الاوفم طلعت عادي خالص وكبرت بمالتي سيلر. هو عايز بقى في السؤال ايه اللي بيميز اكس عن واي؟ ايه اللي بيميز التيشو كلتشر عن البارثينوجينيسيس؟ اكزاكتلي بيميز اكس عن واي فروم واي. يعني ايه اللي بيميز اللي طلع من اكس اللي هو ده عن اللي طلع من واي؟ اولا هنا اللي طلع في واي النات وهنا اللي طلع 2 ان exactly similar to the parent individual. والله وبالنسبه لهنا انت كنت مبتدي ب 2 ان وخدت خليه 2 ان ورجعت 2 ان فانت زي اللي انت جاي منه من بابا. ده اللي بيميزه طبعا لان انت عندك الهاني بي كوين دي فيميل، دي فيميل والدرون ده ميل، فكون ان انت هنا ده فيميل 2 ان واللي طالع ان يبقى البيرنت غير الدوتر او غير اللي طالع، لكن هنا اللي هنا هو اللي هنا، فبالتالي الاجابه الاولانيه. اوكي، سؤال رقم 12. حاسس ان الاسئله متعاده ولا انا عشان حليت كتير اول الفتره اللي فاتت دي. What is the reason؟ ايه هو السبب for the difference in the number of offspring of fasciola worm؟ فاشيولا ورم، انا ما خدتش فاشيولات ورم قبل كده، انا مش فاكر ان احنا كان عندنا حاجه زي كده قبل كده في المنهج، مش موجود عندنا الفاشيولا ورم ده. ايه هو السبب لاختلاف عدد الاجنه بتاع الفاشيولا ورم؟ يبقى انا بالنسبه لي الفاشيولا ورم هو هنا بيتكلم على النمبر اوف سبرينجز اللي طالعين ذات انفكت ذا هيومن ليفر. بيقول لك ان الفاشيولا دي بتروح تضرب الكبد، انا دي اللي محلل السؤال اهو، عايز يشوف لما بتيجي تضرب الكبد العدد هنقارنه and the number of offspring of earthworm هنقارنه لما بيخش الفاشيولا في الكبد ويتكاثر بعدد الورم اللي اسمها الارث وورم اللي هي دودة الارض in agricultural soil tunnel. اولا كده هو هنا بيقول لك الفاشيولا وورم قدام التانل وورم، فهو عايز يقول لك ايه الفرق ما بين او ايه سبب اختلاف عدد الاجنة هنا وهنا. خلينا نقول اختلافهم في طريقة الحياة ولا في البارنتال كير ولا اللونجر ايج ولا الواي اوف موفمنت. الفاشيولا وورم انا ما شفتهاش، يعني انا في الامتحان ما شفتهاش انا كطالب وما اعرفش عنها حاجة، بس اعرف ان دوت الارض بتتحرك اللي هي الحركة البريستاليسيس دي. فخلينا نقول ان انا هستبعد الواي اوف موفمنت لان هو بيقول لك ايه سبب التكاثر الكتير او عدد الاجنة مقارنة بعدد الاجنة بتاعت الارث وورم. طيب اللونجر ايج في الاغلب الاثنين ديدان لان هو بيقول لك ده ايرث وورم وده فيشيولا وورم، فانت هنا بتقارن اتنين ديدان قدام بعض، فانت يعني مش هتقدر انت تخرج بره اللونج ايج، فانت اللونج ايج برضو محجمك قوي لان اللونجر ايج دي معناها ان في واحد عمره اطول من التاني، فده مالهوش علاقه لان في الاغلب الديدان اعمارها بتبقى يعني متفاوته بس قريبه برضو من بعض. البارنتال كير الكائنات اللي زي دي ما عندهاش بارنتال كير، يعني انت عايز تفهمني ان دوده او ناموسه هتيجي بعد ما تخلف تبتدي ان هي تبص على العيالة؟ ما فيش الكلام ده. لايف نيتشر انا اتوقع طبيعه الايه البيئه او طبيعه الحياه بتاعتها، لان الفاشيولا وورم كون ان هي موجوده جوه الليفر يعني معنى كده ان هي عندها دم وعندها كميات اكل بشكل من طبيعي وغير طبيعي وفيتامينات وعندها املاح وعندها معادن وعندها كل اللي هي محتاجه، فمعنى كده ان التكاثر هنا هيكون اعلى بكتير جدا بكتير جدا من كون الايرث وورم. فالايرث وورم عالي ولكن الفاشيولا اعلى، يبقى طبيعه الحياه ودي نقطه جوهريه لعب في حته عميقه قوي 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 في الحته بتاعت الكاباسيتي والاكستنكشن والكلام من ده. مديني سؤال اشبه بكتير جدا ببتاع التفاح وفكرته اتهرست خلاص بقت قديمه بالنسبه لنا، والمفروض ان انت تبقى عارف ان لو الاوفري اللي هو مكتوب عليه ايه ده
لو الاوفري، خدها كده معايا قاعده، انا في هنا مكان فاضي قوي، لو الاوفري هو اللي عمل له حصل له ديفلوبمنت وابتدى ان الاوكسنز يحصل لها اكتيفيشن، تعمل اوكسن اكتيفيشن افكت على الاوفري، وابتدى الاوفر ان هو يشتغل، وابتدى الاوفر ان هو يتحول وبقى فروت، مبروك عليك، يحصل على لقب ترو فروت، يحصل على لقب ترو فروت، فاكهه حقيقيه. خد معاك بقى مثال البطيخ، العنب، المانجا، الليمون، الكيوي، اي حاجه فيها بذر من جوه واعتبرها ترو فروت، وبلاش اي حاجه فيها بذر دي. اي حاجه الاوفري بتاعها نفخ، انت ماسك في ايدك اوفري، البتنجان، الكوسه، البسله، اي حاجه انت ماسك في ايدك اوفري صحيح، اعرف ان ده فروت، ترو فروت. ولكن اي حاجه تانية تنفخ ما عدا الاوفري، خلي بالك دي اكسبت الاوفري. اي حاجه تانية الاورال بقى جابها لك في الامتحان، الانسر هو اللي نفخ، الريسبتيكال هو اللي نفخ، البيتا السيبل زي اللي نفخت، اكسبت الاوفري، الريسبتيكال هو اللي نفخ. اي حاجه وحصل لها اكتيفيشن سوري ما عدا الاوفري، تاخد لقب فولس فروت. تاخد لقب ايه يا معلم؟ فولس فروت. فالسؤال ده بيقول لك ايه؟ المنظر اللي قدام منك الفورميشن اوف one of the fruit، يعني ده كده منظر فاكهه هتتكون. if you know that one is formed from A، يقول لك ان واحد ده اللي هي المنطقه اللي فيها سيدز او الامبريو، واحد ده اتكون من ايه؟ اتكون من هنا اهو، يعني منطقه البذور من الاوفري. ولكن بي هو اللي كون لك اتنين، بي اللي هو الريسبتيكال قفل عليها من بره وكون. يبقى معنى كده اللي نفخ مين؟ اللي نفخ الاوفري ولا اللي نفخ الريسبتيكال؟ اللي نفخ الريسبتيكال اللي هو بي. يبقى معنى كده ان الكمثرى اعتبرها ترو فروت ولا فولس فروت؟ انا كنت رايح اكتب، نكتبها كده اهو، فولس فروت، نكتبها فولس فروت، فولس فروت، شيك قوي، خلاص قوي. which of the following best describes the produced fruit؟ هي فولس فروت، هي لا الاولانيه ولا الثالثه. فولس فروت resulting from the occurrence of fertilization ولا مفيش fertilization؟ لا في fertilization، وبالدليل ان انت عندك بذره 100 فل و10 اهي، يعني تخرم عينك يا اللي مش شايف. سؤال رقم 14. السؤال دوت انا كنت مديه في السنتر وبالصدفه البحته والله العظيم، ولا كان في دماغي ولا اعرف اي حاجه، ده انا حتى واخد الباوربوينت بتاع الوزاره وحطه كده بالصدفه يعني. من السنه اللي فاتت لقيتهم السنه دي منزلين نفس السؤال هو في النماذج الوزاريه، وارد نشوف حاجه زيه، مش مشكله. هقول لك ممكن يجي ازاي باكتر من طريقه. داي جورج syndrome is a congenital disease present from birth، دي حاجه جسديه، مشكله بتبقى موجوده او مشكله عقليه ايا كان، that results in a poorly developed non-functioning thymus gland. وهي دي الجملة، هي دي الجملة اللي انا بدور عليها. بيقول لك ان الثايمس جلاند فيها مشكلة، مش نامية كويس، non-functioning thymus gland. which of the following would be likely problem experienced by a baby with DiGeorge syndrome؟ يا ترى دلوقتي مين من الجمل اللي قدام منك دي هي المكتشف، المشكلة المكتشفة علشان نعرف بيها الدايجورج سيندروم؟ كون ان الثايمس جلاند مش موجودة، يبقى المشكلة لا في الانتي بودي، لان ملهاش علاقة بالبي سيل، ولا ليها علاقة بالبي سيل، ولا ليها علاقة بالماكروفاج، امال ليها علاقة باللي بيتصنع جوه الثايمس جلاند اللي هو التي سيل. نفس السؤال نفس السؤال هيغير لك اسم المرض، ممكن ما يغيركش ويقول لك في ديزيز معين. الديزيز دوت بيأفكت الريد بون مارو، الريد بون مارو. اوكي، نيجي نقول لك اكسبت بيأفكت كل دول، في مشكله عندنا ان البون مارو نون فانكشنينج، ساعتها البي سيل هيتاثر والتي سيل هيتاثر والماكروفاج. الانتي بودي هو لك ولكن مش هو اللي هيتاثر دايركتلي. هيقول لك all of the following بيتاثر اكسبت، اوكي، او ممكن يقول لك ايه، مش بيتاثر او بيتاثر اندايركتلي ما عدا، يعني كل دول مش بيتاثروا ولا بيتاثروا، البي بيتاثر والتي بيتاثر والماكروفاج بيتاثر لو الريد بون مارو، ولكن الانتي بودي اندايركت. ده اللي انا عايز اقوله يعني من الاخر. يعني هو نفس السؤال ممكن يجيب لك اي مرض ويقول لك ها يا ترى دلوقتي لو ده عطل يبقى ايه المشكله؟ تعال نراجع كده مع بعض. البي سيل هي اللي بتطلع لنا الانتي بودي، فلو انت عندك مشكله في الانتي بودي برودكشن يبقى عندك مشكله في البي سيل، يبقى احتمال يكون عندك مشكله يا اما في الريد بون مارو يا اما مشكله في الريد بون مارو. ما انت مش هتخرج بره الريد بون مارو على فكره، لان البي سيل بتلعب مع الريد بون مارو. طب السايمس جلاند، والله ممكن يقول لك ان انت عندك مشكله في السايمس جلاند، فانت عندك عدد تي سيلز قليله، فالتي هيلبر اكتيفيشن قليل، فانت عندك الهيمورال قليل، فالسيلولار ميديتد قليل، وتفضل بقى انت ايه، تلاقي نفسك داخل في الدوامه بتاعت مين قليل ومين مش قليل، هتلاقيها عبيطه قوي 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 كمان.
suppose that a new disease برضو لعب في الحته دي، بيقول لك ان احنا اكتشفنا مرض، جايين على حظ الاسود واحنا في الامتحان اكتشفوا امراض. بيقول لك ان المرض دوت suppress the immune system، بيقلل الجهاز المناعي. يا ساتر استر يا رب. which of the following would indicate that the disease specifically affect البي سيل. يا ترى دلوقتي نعرف منين، يا ترى اعرف منين ان هذا المرض تحديدا بيأثر لي على البي سيل rather than الهيلبر والتي سايتوتوكسيك، يعني هو بيتارجت البي سيل. نفس السؤال اللي انا قلته اهو بمكررينه بطريقه تانية اهو. بيقول لك decrease the number of plasma cell ولا الانترفيرون. طبعا بلازما سيل بتقل لان انت عندك البي سيل بتتحول تبقى بلازما سيل، فانت لو انت عندك اصلا البي سيل فيها مشكله قليله يبقى البلازما سيل هتكون قليله. السؤال رقم 15 الاجابه هتكون سي. بالنسبه لي السؤال رقم 16 بيقول لك in which of the following choices، مين من الاجابات اللي قدام منك is the cell correctly matched مع الفانكشن بتاعتها. الايزونوفيل بتبروديوس الانتي بودي؟ لا، مش هي اللي بتعمل برودكشن الانتي بودي. لو انا عايز اقول مين اللي بيعمل برودكشن الانتي بودي هقول البي سيل. ولو انا عايز اقول لك ايه الفانكشن بتاعت الايزونوفيل هقول لك ان الايزونوفيل بتعمل فاجوسايتوزز، فاجوسايتوزز. طب البي ليمفوسايت دايركتلي اتاك الفورين بوديز؟ لا، هي مش دايركتلي اتاك الفورين بوديز، هي بتعمل ريكوجنيشن الاول فتطلع الانتي بوديز، بل الانتي بوديز تعمل بقى نيوتراليزيشن بريسبتيشن، حاجه من الخمسه ميكانيزم، فهي مش دايركتلي هي اندايركتلي. مين اللي بياتاك؟ لو انا عايز اقول بقى طب مين يا ترى اللي بيعمل دايركتلي اتاك؟ الماكروفاج ممكن تنفع، التي سايتوتوكسيك ممكن تنفع، الناتشورال كيلر مش هتضر شغاله. طب البيزوفيل بتطلع هيستامين؟ ايوه، ولكن المعلومه دي مش عليا اصلا في كتاب الوزاره. احنا اللي علينا ان اللي بيطلع الهيستامين هو المونوسايت اللي موجود في السايت اوف انجري، ودي نقطه محتاج ان انا اقول لك خلي بالك منها جدا 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 جدا. لما يجي يسالك في الوزاره الاسئله بتاعت الوزاره عايزين يا ترى مين بيطلع الهيستامين، حاجتين بيطلعوا لي الهيستامين، البيزوفيل والمونو. البوزوفيل حلوه البوزوفيل دي. سؤال رقم 17 a person exposed to new cold virus، واحد جاله برد، لا الف سلامة عليك، خد لك بقى بنادول كولد اند فلو، would not feel better for 1 or 2 weeks، حاسس نفسه ان هو تعبان لمدة اسبوعين. ليه يا حبيبي بتعمل ايه يا بابا؟ عشان المناعة عندك قليلة قوي كده انت ايه ما بتاكلش كاجو. specific B cell and T cell must be selected prior to a protective response. بالنسبة للبي سيل والتي سيل لازم ننقيهم prior، ايه ده؟ prior to protective response، وده ايه علاقته بالقصه دي؟ it takes up to 2 weeks and to stimulate the immunological memory cells. احنا بناخد حوالي اسبوعين عشان نعمل stimulation للميموري. طب انا عايز الميموري دلوقتي في ايه؟ انا عايز اللي هيضرب دلوقتي، انا عايز البي سيل اللي طالعه لي يعني. no memory cell can be called upon، يعني مفيش ميموري دلوقتي. so adequate response is low، يبقى معنى كده ان ده اول مره يخش، وبدليل ان هو بيقول لك نيو كولد فيروس جديد اول مره يخش لي، فهو هياخد وقت شويه لان انت لسه عمال تعمل له بقى بلازما بي سيل وعمال تبروديوس الانتي بودي. ايوه، يبقى دي الاجابه اللي تنفع. سؤال رقم 18 بيقول لك the alteration of cells genome by the incorporation of foreign DNA is called. دلوقتي لما نمسك، بص عشان السؤال ده قاتل، السؤال ده قاتل. بيقول لك دلوقتي ده تداخل، كلمه alteration يعني تداخل السيلز جينوم، لما يكون عندي خليه الدي ان ايه اللي جوه الخليه بتاعي تمام حصل له انكوربوريشن مع فورين دي ان ايه، دخلنا له فورين دي ان ايه. مثلا امسك بقى ايه لون احمر كده واقول لك ان انا دخلت له حته دي ان ايه لونها احمر ودمجتهم مع بعض. كون ان انت اتنقل له حاجه زي كده، هل ده جيناتيك كونفرجن؟ هل انت حولت الجينات؟ لا انا محولت الجينات. هل دي طفره؟ لا مش طفره. هل ده ريفرس ترانسكريبشن؟ لا دي ترانسفورميشن. وده اشبه بالتجربه بتاعت جريفيس، لما قلنا ان في حاجه اتنقلت من الاس للار، فانا اذا اعتبرت ان الاس ده عنده الدي ان ايه بتاعه اتنقل للار، ده الار اهو، فاذا قلت ان هو اتنقل من حاجه لحاجه ده اسمه ترانسفورميشن. هو مش بكتيريا لان انا هنا مش بتكلم على بكتيريا، وما قاليش هو اي نوع الخلايا اللي عندي، ولكن خلينا نقول ان انت عندك طبعا في حاجه اسمها ترانسفورميشن موجوده، ده لفظ موجود عندي ان في دي ان ايه اتنقل. عارف ممكن نفس السؤال هو كان ممكن برضو يحط لي اجابه ريكومبايننت دي ان ايه، بس الريكومبايننت دي ان ايه كان ليه شروط عشان اقدر اقول ان هو اتنقل. طب خلي بالك واندمج وقصه كده كبيره، كنت محتاج اللايجيز ومحتاج الريستريكشن انزيم، فهو ريكومبايننت دي ان ايه صح مش غلط، ولكن ترانسفورميشن ادق.
سؤال رقم 19. viruses consist of a core of A surrounded by a protein coat. يعني انت عندك الفيروسات هو عبارة عن محتوى من او كور هنا بمعنى في النص يعني موجود، مش عارف اقول ايه بالعربي يعني. viruses consist of a core of نقط surrounded by a protein coat. يعني الفيروس من جوه في بطنه، خلينا نمشيها كده بالبلدي يعني. الفيروس في جوه بيبقى حوالين منه بروتين كوت اللي هو من بره. ايه بقى اللي من جوه ده؟ والله هو انت بتتكلم على انهي فيروس؟ هو بيقول لك فيروسات كلها. طبعا هو احنا عارفين ان في نوعين من الفيروسز، في ار ان اي فيروس وفي دي ان اي فيروس. فالدي ان اي ده طبيعته ايه والار ان اي ده طبيعتهم ايه؟ الدي ان اي والار ان اي ده نيوكليك اسيد، فهو حاطط لك ار ان اي ودي ان اي ونيوكليك اسيد. هختار نيوكليك اسيد طبعا، لان انا عندي نوعين. يا اسمها ايه البت دي؟ يا سلمى ركز بس عشان انت سالتيني في السؤال ده من قيمه كام يوم على الواتساب. فطبعا هو هنا احنا السؤال ده بيعتمد على فهمي ان احنا عندنا نوعين من الفيروسز. اوكي. الشورت لينس اوف دي ان اي مولكيول عندها 80 تي و80 جي بيزز. حته من الدي ان اي عندها 80 تي و80 جي. عدد الدي ان اي نيوكليوتايد فراجمنت كام على بعض؟ اوكي، يعني هو ال 80 توتال. يبقى انا هرجع للقانون اللي هو بيقول لك الاي بلس الجي يساوي السي بلس التي، وبيقول لك ان انت عندك التوتال 80 تي، يبقى التوتال 80 اي وجي ب 80 وده ب 80. اعمل بلساتي لان ده هعتبره شريط وده هعتبره شريط. 80 و80 160 و160 و160 100 و100 200 و200 120 120 يبقى 320. يبقى الاجابه 320. which of the following best describe البكتيريوفاج جينوم؟ مين من دول صح جدا عن البكتيريوفاج جينوم؟ البكتيريوفاج جينوم it is DNA molecules and head. هو بيتكلم عن الجينوم بس الدي ان ايه. اوكي، ما دام الدي ان ايه مش هاخد معايا كوتات خالص، يبقى الدي ان ايه مولكيول بس. انا هقرا الاجابات ليه؟ ما باينه زي عين الشمس. هو هنا بيقيس مستوى الطالب ان هو فاهم يعني ايه جينوم اصلا ولا لا. السؤال ده انا قلته في الحصه، وقلت لهم خلي بالكم يا جماعه عشان السؤال دوت فيه حته تريكي كده. study the figures that illustrate two form of DNA molecule. ده منظرين من الدي ان اي مولكيول، واحد واثنين. واحد لينير والتاني مش عارف ده بلازمت او بكتيريا، بس في الاغلب بلازمت يعني. واحد سيركلر وواحد لينير. اوكي. which in which the arrow اللي فيها الاسهم اللي قدام منك، هنا في 3 اسهم وهنا في واحد. refer to the region، بيقول لك دي المنطقه where the same biological process بيحصل. ركز بقى معايا يا يوسف هنا، عشان انت علقت قلت لي هو السؤال جاي ازاي، وحاولت ان انا اشرحه لك، وانت قلت لي طب ماشي انا هقراه بالراحه كده لما اروح البيت وافوز ابص عليه. بيقول لك ان عند السهم ده وعند السهم ده، عند السهم ده وعند السهم ده، عند السهم ده وعند السهم ده في حاجه بتحصل، واللي بيحصل في 2 هو اللي بيحصل هنا وهو اللي بيحصل هنا وهو اللي بيحصل هنا. انا واحد من الناس اول لما شفت المنظر ده بامانه ربنا، مش انتوا مش غراب يعني، اول حاجه فكرت فيها الريستريكشن انزيم. ورحت بعد كده قعدت سرحت شويه، قلت هو الريستريكشن انزيم ازاي هيقطع الدي ان ايه في 3 حتت متقاربين قوي كده؟ بمعنى كده ده مش ريستريكشن انزيم، ده دغدغني الدي ان ايه شكرا. وبعدين اشمعنى هنا سهم واشمعنى هنا 3؟ فراح جاي قال لك ايه الفرق؟ هو في السؤال بقى بيقول لك ايه الفرق ما بين 1 و2؟ العمليه في 1 و2، يا ترى النتيجة في نهاية البروسيس، ولا نوع الانزيم المستخدم، ولا الغرض من البيولوجيكال بروسيس، ولا الستارت بوينت اوف ذيس بروسيس؟ اولا كده غرض البيولوجيكال بروسيس سبتها شوية على جنب لان انا اتلخبطت فيه، ولما فكرت في الريستريكشن انزيم رحت قلت ايه؟ تايب اوف انزيمز يوزد. بس يا ترى هل فعلا لو انا حطيت هنا الريستريكشن انزيم اللي هيقطع هنا ويقطع هنا، طب ليه هيقطع هنا وهنا؟ يبقى انا كده فرتكت الدي ان ايه. انا كده هيبقى عندي 6 ستيكي اند، ما انت هنا في 2 وهنا يبقى في 2 وهنا في 2. طب وانا محتاج الستيكي اند دي كلها ليه؟ وبعدين هو ما قاليش، هو قال لي اللي بيحصل هنا بيحصل هنا. فهل نوع الانزيم هو اكيد حاططها لي عشان ايه؟ يوقعني. بس تصدق انا هسيبها كده على جنب. end of product of the process، نهايه البروسيس. لا، نهايه البروسيس الاختلاف في نهايه البروسيس ان ده دي ان ايه متقطع وده دي ان متقطع. فلا لا لا مش مقتنع، بعيده تماما عن دماغي.
ايه بقى ستارت بوينت ده؟ فلما قعدت فكرت في السؤال، ستارت بوينت الايه يكونش قصده على الريبليكيشن؟ ايه ده، فكرت بتفكير تاني خالص. اصل لما كنت بفكر في الريستريكشن انزيم لقيت اجابتين ينفعوا، تايب اوف انزيمز والغرض. يعني ممكن نعمل كلونينج، ممكن نعمل ريكومبايننت دي ان ايه، فكده في اجابتين. لكن لما فكرت في الستارت بوينت استبعدت الاجابتين، انه اكيد مش هيحط لي اجابتين صح، وفكرت تكونش هو هنا قصده ان البلازميد كان عندها one origin of replication، واحده بس، one origin of replication، ولكن الدي ان ايه اللينير عنده اكتر من ريبليكيشن بتحصل في اكتر من بوينت. يبقى هي دي الاجابه، وفعلا طلعت هي دي الاجابه اللي هو كان بيفكر فيها. وشكرا يا مستر. السؤال رقم 23 بيقول لك الصوره اللي قدام منك ده حته دي ان ايه مولكيول. انا بحب العب اللعبه دي، التي قدام منها الايه، بس ممكن ننقي قلم بس يكون ايه يعني فحلقي زحلقي، وناخد اللون ده كويس حلو. A، السي قدام منها جي، التي قدام منها الاي، الجي قدام منها السي، التي قدام منها الاي قدام منها التي، والتي قدام منها الاي. انا كده لعبت اللعبه بتاعتي. which of the following the change lead to the occurrence of mutation؟ يا ترى مين من دول هيعمل مشكله؟ طب وانا مش عرفني، بس هبص على الاجابات. نيوكليوتايد 4 مكان 2، 4 مكان 2، يعني الجي مكان الاي والاي مكان الجي، طبعا دي هتحصل كارثه، فده هيبقى فيه طفره. 2 مكان 11، 2 A مكان 11 A، يبقى لا دي غلط. 11 مكان 8، 11 A مكان 8 A برضو غلط. 8 مكان 7، 8 8 A، 8 A و7 A. طب ما انا هنا لو بدلت الاي مكان الاي مش هيحصل اي طفره، ما انت ايه المشكله يعني؟ انت قريتها AAT، ولما ده يطلع فوق ده ينزل تحت برضه هتقراه AAT، فهو ما فيهوش اي مشكله. يبقى الاجابه الاولانيه. انا شايف لحد دلوقتي الاسئله حلوه. سؤال رقم 24. لا ايه ده مش تبعنا ده. ده انا نسيت صح، ده احنا معانا جيولوجيا. حط جيولوجيا، حط جيولوجيا، حط. عدي. كان نفسي والله احل الاسئله دي، ولكن مش تخصصي خالص خالص خالص. سؤال رقم 33، ومن هنا يبتدي الاسئله اللي هي بدرجتين. ياه ايام العظم الجميل. ذا اوبزيت فيجر بيوريك منظر الفرتيبرا بتاعت جسم الانسان من فوق. واحد ده السنترم، واتنين دوت ده كده الانتيريور ارتكوليتنج بروسيس، لان هي باصه لفوق، ودوت اسمه ايه ده؟ كان اسمه ايه ده؟ نيورال سباين، ودول الترانسفيرس لينك. عايز ايه بقى؟ ترانسفيرس بروسيس. which of the numbered part is in the same direction of the facial part؟ لو انا جيت قلت ان دوت بطنه، دي البطن، ده الفنترال، وده الظهر، ده الدورسال. ظهره يبقى قفاه هو كده مديني ظهره، يبقى راسه فوق، راسه هتبقى طالعه من الشاشه، راسه هتبقى طالعه من الشاشه. فهو بيقول لك مين نفس اتجاه الفيشيال بارت اوف ذا سكال، مين في نفس اتجاه عظم الجمجمه من قدام. هو لو ده ظهره يبقى هيبقى راسه هيبقى هنا اهو، يبقى عظم الجمجمه من هنا اهو، لان دي مناخيره ودي ودانه. اوكي، وده ظهره كده اهو، يبقى انا كده هبقى باصص للراجل ده بالمنظر ده، وده عينه. اوكي، فهو بيقول لك بقى مين في نفس الاتجاه. 33 يبقى دي كده اختار السنترم اللي هي واحد. هو كاتبها سنترم ولا كاتبها واحد؟ كاتبها واحد، يبقى اختار واحد. هو ده اصلا جايبينه من امتحان سنة 2023. اوكي، what is the role؟ ايه هو دور that is played by insulin hormone in oxidation of glucose؟ والله الراجل بكل بساطة علشان يحرق لي السكر بيدخله لي جوه الخلية. convert ولا باس؟ لا هو باس، مش بيأكتيفيت. باس جلوكوز through the plasma membrane of body cell او intestinal lining of the blood. لا اللي بيعمل كده ثايروكسين الصراحة، الثايروكسين مش الانسولين. هو انا ليه بكتب بالقلم ده وانا مش ممكن اغيره؟ سؤال رقم 35 بيقول لك if the original chromosomal number in the somatic cell is 2n، يعني لو انا عندي خلية سوماتيك عدد ال DNA كروموزومز هنا اهو، او يبقى كروموزوم نمبر بنسميه 2n. اوكي، what is the chromosomal number in the cell of individual produced from its reproduction by conjugation؟ يعني دلوقتي بالنسبة لي الخلية دي
لو حبت ان هي تعمل كونجوجيشن، يعني مسكت مع 2 ان تاني، يبقى كده عندي زيجوت 4 ان، والزيجوت 4 ان دوت هيبقى عليه زيجوسبور، هيفضل فتره معينه دورمنت لحد لما يرجع يعمل مايوزز، وساعتها هيبتدي ان هو يطلع لك 4 خلايا كل واحده منهم 2 ان 2 ان 2 ان 2 ان. اوكي، في 3 هيموتوا وفي واحده بس اللي هي اللي هتعيش. فطبعا السؤال رقم 35 هتبقى الاجابه 2 ان اونلي. اوكي، سؤال سهل جدا عادي زي ما في السبايروجايرا الجي. هو كان قايل لنا ان السبايروجايرا الجي طبيعتها ان، لما تعمل كونجوجيشن بتمسك ان مع ان مثلا سكلاري فورم او لاترال مش فارقه معايا، بتبقى 2 ان، وانس ان هي عملت الزيجوسبور بتفضل دورمنت لحد ما الظروف تحلو ترجع تعمل مايوزس. في 3 خلايا بيطلعوا، 3 بيموتوا وواحده بتتبقى، يبقى كل واحده كانت ان وان وان، فالواحده اللي اتبقت دي ان. هو بدل ما الراجل يقول لك ان وان حطها لك 2 ان و2 ان. شكرا، هي نفس اللعبه هي. اوكي، سؤال رقم 36، ايه هو مصدر الاكل required for the nutrition of the ovule flowering plant؟ الاوفيول بتتغذى على ايه؟ ايه هو مصدر الاكل؟ كوصول ولا كايه بقى؟ هو هنا برضو مش واضح. طيب اوفري وول ونيوسيلس، الاوفيول بتتغذى على جدار الاوفري والنيوسيلس، ولا بتتغذى على الميكروبايل لما مفيش ميكروبايل، ولا نيوسيلس والميكروبايل ما هو مفيش ميكروبايل، ولا الفونيكل الاوفري وول؟ اولا كده الاوفري لو انا جيت رسمته بيبقى عامل كده اهو، اوكي، وهنا بيبقى فيه اوفيول، اوكي، فالاوفيول بتبقى عامله اتاتشمنت للخط اللي في النص ده، والخط اللي في النص ده متوصل بالاوفري. وانا لو انا عملت زومينج على المنطقه دي كده اهو هطلع الاوفيول بنفس المنظر ده كده، يعني لو انا خدت الحته دي كده اهو بس هطلع المنظر ده. ف اوقع لاقول الفونيكل ولا الاوفري وول والنيوسيلس؟ هو الصراحه الاوفيول كانت بتتغذى على النيوسيلس، فانا عايز احشر النيوسيلس في الاجابه. طب وهل هي كانت بتاخد على الاوفري وول؟ طب ما انا ممكن اعتبر ان الاوفري وول هي البوينت اوف اتاتشمنت الفونيكل، فدي ادق. يعني بدل ممكن في الامتحان يشيل لك كلمه اوفري وول ويحط مكانها الفونيكل، اصل الفونيكل صح مش غلط ولكن دي ادق. اوكي، السؤال اللي جه في امتحانات الوزاره ودغدغ الدنيا ساعتها، ولكن هو لا محتاج دغدغه ولا حاجه، ده اهبل من الهبل. study the figure اللي قدام منك that illustrated type of reproduction in the living organism then conclude what is the type of reproduction that is illustrated in the opposite figure. اولا كده انت عندك خليه خرجت من فرقعه شنطه معينه، الخليه دي كبرت شويه وبعد ما كبرت عملت غلاف حمايه، بروتكتيف كود ده يخليني افكر ان دي سبور ولا لا؟ لا، لان مفيش سبور خالص انا درستها بتعمل بروتكتيف كود بعد لما بتكتر، لان خلي بالك هي هنا كترت. فمين اللي بيقدر ان هو يقسم نفسه جوه البروتكتيف كود؟ افكر في الباينري فيشن، فانا اختار ريبيتد باينري فيشن وانا واثق بنسبه 100%. طيب ليه مش فراجمنتيشن اوف بلازموديوم اوف بلاريا؟ لان الفراجمنتيشن اللي هو الشيزوجوني احنا ما خدناش الميكانيزم بتاعه، واذا قلنا فراجمنتيشن يعني اتقطع حته 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 حته، دخل جوه ايه؟ دخل جوه ريد بلاد سيل. ممكن تتوه العيال شويه في الامتحان، يعني ممكن تتوه في السؤال في الحته دي شويه، ولكن هو الموديل انسر نزل على الباينري فيشن، وانا الصراحه كنت هحللها باينري فيشن، بس في اساتذه حلوها فراجمنتيشن اوف بلازموديوم ملاريا. وهو انت عليك شكل الفراجمنتيشن اللي حصل؟ مش عليا اصلا، مش عليا حاجه زي كده. يا جماعه الله يبارك لكم، دايما في الوزاره خدوها قاعده كده اهو، بتحل اسئله وزاره وامتحان اخر السنه، حط في دماغك هو في المنهج كان عايز ايه. شفتوا الفيلم بتاع حسن ومرقص لما كان بيقول له الدين بيقول ايه، هي البيولوجي بتقول ايه، هو كتاب الوزاره بيقول ايه؟ انا المرجع بتاعي كتاب الوزاره. كتاب الوزاره على عيني وعلى راسي، اللي هو بيكتب فيه هو ده اللي عليا، حتى لو غلط مش مشكله، بس هي عليا كده. سبروجني البريد مولت فانجس ملهاش علاقه، والديفيجن بتاع الزيجوسبور لا. ايه ده بقى؟ 3 خلايا من الجهاز المناعي، انا اتوقع ان دي البيزوفيل ودي الايزونوفيل ودي نقطه سودا في حته سيتوبلازم صغير، مش عارف دي ايه يعني، مش باينالي يعني. بيقول لك ادرس الانواع بتاعت الخلايا وبعد كده قول لي ايه هو نوع الخليه المناعيه اللي موجوده في سي. ده انت كده في اغلس واحد يا عم. طيب هي مبدئيا كده ايزونوفيل ولا بيزوفيل ولا ليمفوسايت ولا مونوسايت؟ هي مش ايزونوفيل لان ايزونوفيل دي بي، ومش بيزوفيل لان بيزوفيل دي ايه. انا حتى معلمه بحرف البي ده، تحسها عامله حرف بي كده وعامله زي كيليا كده، فده
البيزوفيل. فانا كده محتار اختار مونوسايت ولا ليمفوسايت، بس انا شايف نقط جوه. طب بص، ما ممكن تكون بي سيل، ممكن تكون بي سيل على فكرة، مش شرط يكون انا مبين الريسبتور، مش شرط يعني. طب اختار ايه بقى، مونوسايت ولا الليمفوسايت؟ انا خليني في الاضمن اختار الليمفوسايت. اصل المونوسايت بتبقى حجمها اكبر من كده شويه، حجم المونوسايت بتبقى كبيره قوي، تبقى خليه كبيره كده والنيوكليس بتاعتها كبيره قوي، عملاقه. طب ما دي النيوكليس بتاعتها كبيره بس السيتوبلازم مش كبير، فانا هختار اوقع ليمفوسايت. وانا اتوقع ان دي تي هيلبر، يا اما لا مش تي سيتوكسيك، تي سيتوكسيك كبيره، يا اما تي هيلبر. انا اتوقع ان دي تكون تي هيلبر او البي سيل، البي سيل اللي بتطلع لي بلازما بي سيل. سؤال على فكره، سؤال غلس السؤال ده يعني يوقع طلبه كتير قوي. اوكي، انا اتمنى ان انت تجيب خلايا الدم وتقعد تتفرج عليهم كده وتتاملهم وتفضل تقعد تحب فيهم شويه. ايه هو السبستانس whose effect is similar to the effect of enzyme secreted by the natural killer cell؟ ايه هو الحاجه اللي شبه الماده اللي شبه تاثير الانزيمز اللي بتخرج من الناتشرال كيلر؟ الناتشرال كيلر بيخرج لي الانزيمز، والحته دي اصلا المفروض ان هي اتشالت من المنهج بصوره ما، ولكن يعني هو سأل عليها في النماذج الوزاريه. بصوا، انا عندي اضيف منهج ما احذفش منهج، يعني انا لما بضيف حاجات في المنهج حتى في الملازم هتلاقيني عمال اضيف مش بحذف. تلاقي تمسك الملزمه تلاقي عامله مجعلظه كده، تخينه مقلبظه، تقول لي ايه ده يا مستر كل المعلومات اللي فيها ده عادي جدا. مين اللي شبه الانزيمز بتاعت الناتشرال كيلر؟ اولا كده انا هستبعد الهستامين، لان الناتشرال كيلر بالانزيمز بتاعتها ما بتعملش انفلاميشن، هي بتعمل اتاك. السيتوكاينز بتعمل ريكروت اللي يحصل اتاك. فانا اتبقى لي الليمفوكاينز ولا البيرفورين؟ طبعا هو انا هنا اوقع اختار البيرفورين. ليه ما اخترتش يا مستر الليمفوكاين؟ الليمفوكاين ده كان بيخرج من التي سبريسور علشان يقلل لي الاميون ريسبونس، فانا عشان اقلل الاميون ريسبونس، وهنا الانزيم بيوقف الاميون ريسبونس ولا بيشغلها؟ لا طبعا الانزيم بتعمل اكتيفيشن، فانا مش هينفع خالص ان انا اختار ليمفوكاينز. الاجابه دي غير موفقه بالمره. بيقول لك برسنتج في الادينين الاي اللي موجوده في الريبوزوم الار ان اي 15%. ايه هي نسبه البيرميدين في المولكيول دي؟ البيرميدينز اللي هم السي والتي واليو، السي اللي هم السنجل رينج، السي والتي واليو. انا ما عنديش لا تي بس عندي سي وعندي يو، عندي سي وعندي يو. فهل هم 15% ولا 35% ولا 50% ولا شود بي تيستد كيميكال؟ لا طبعا هو شود بي تيستد كيميكال. هقول لك ليه. لان اولا هو هنا بيكلمك على الار ان اي، ايا كان ار ان اي في ماسنجر او ار ان اي في رايبوزومال، اوكي، او ار ان اي اللي هو بتاع الترانسفير ار ان اي، برسمه كده كروكي يعني. هو كده كده ار ان اي لينير او ار ان اي بصوره عامه هو اي ويو وسي وجي، كرر دور كتير. هو اداك الاي، هل انا اعرف نسبه اليو؟ لا. هل انا اعرف نسبه السي؟ لا. هل انا اعرف نسبه الجي؟ لا والله ما انا ما اعرفش، لازم اجيبهم من المعمل، لازم اجيبهم في المعمل. اوكي، وات از ذا ريشيو؟ ايه هي النسبه بين عدد لفات الدي ان ايه وعدد النيتروجينوس بيز بير ريسبكتيفلي؟ واحده واحده بقى كده معايا. هو دلوقتي بالنسبه لي عدد اللفات، انا افتكر ان اللفه الواحده كانت بتساوي 20 نيوكليوتايد، تمام؟ يعني انت دلوقتي هترسم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، ده كده لفه دي ان ايه كامله، ده كده لفه دي ان ايه كامله. اللفه اللي بعدها يبقى فيها 20 لفه. هو بيقول لحضرتك بقى عدد اللفات مقارنه بعدد النيتروجينوس بيز بير. يعني هو هنا بيتكلم على البيرز ولا بيتكلم على ال20 كلهم؟ يعني انا اكتب 10 بير ولا احط في حسباني ال20 نيوكليوتايد كلها؟ طبعا هو هنا عدد النيتروجينوس بيز بير، يعني هو عايز الاتنين قدام بعض، يبقى 1 قدام 20. يعني هو بيقول لك ان اللفه الواحده فيها 20 واحده، يبقى الاجابه بي. سؤال على فكره حلو جدا، وفي طلبه كتير جدا ممكن تختار 1 ل10، ولو ان 1 ل10 دي يعني مستبعده بالنسبه لي بنسبه 100%. ايه هو تتابع ال presence of more than one codon for most amino acid in the genetic code؟ ايه هو توابع حاجه زي كده، ان انت يكون عندك اكتر من كودون؟ يعني مثلا ال AAA مثلا، يعني هو بجيبه ال AUG مثلا، ما انا بقول مثلا اي كلام يعني. دوت مثلا هيجيب لي ميثيونين وده هيجيب لي ميثيونين، يلا مش مشكله ما دام هي جت معايا AUG. فبيقول لك ان انت عندك اكتر من كودون ده،
ده اسمه كودون، اللي هو الاي اي او الاي يو جي، ده المنظر ده اسمه كودون. كون ان انت عندك اكتر من كودون لنفس الامينو اسيد، ده ايه يعني؟ ايه الحاجه الحلوه من حاجه زي كده؟ انت تستفاد من ايه يعني؟ decreasing the negative effect of gene mutation، ده بيقلل لي عدد الطفرات. يعني ايه؟ او بيقلل اثار الافكت، تاثير الطفره. اه، لان انا لو اي وبقت اي يو جي، يعني حصل هنا في مشكله في 2 نيوكليوتايدز، البسهم مش مشكله. ايه يعني غيرت 2 نيوكليوتايد برضه هجيب لك نفس الامينو اسيد. فالجمله صح جدا على فكره. بيزود فاريشن البروتينات، بيزود اختلاف البروتينات. طب وايه علاقه دوت باختلاف البروتينات؟ اختلاف البروتينات على حسب الار جروب اللي موجوده في الامينو اسيد، فمالهاش علاقه. decreasing negative effect of chromosomal mutation، بيقلل لي تاثير، بيقلل التاثير السلبي على الكروموزومال ميوتيشن ولا الجين ميوتيشن؟ لا، هو بما ان انت بتتكلم على الكودونز يبقى انت بتتكلم على ات ذا جين ليفل مش كروموزومال ليفل. هي نفس الانسر بس كاتبها بصيغه تانية، جين ليفل مش كروموزومال ليفل. انا هنا ما حذفتش حته من الكروموزوم او زودت عليها او كلام من ده عشان تقولي كروموزومال ميوتيشن، يا دوبك ده حته كودون يعني. اوكي، translating same codon to more than one amino acid، يعني ال AUG اجيب منها ميثيونين واجيب منها فلان الانين واجيب منها جلايسين، ده كده اسمه عك يعني، ده كده انت بهدلت لي كل اللي احنا اكتشفناه. يبقى الاجابه ايه. ايه هو سبب عدم الريبيرنج اوف ذا دامج جينيتك ماتيريال اوف بوليمايليتس فيروس؟ لان البوليمايليتس دوت ار ان اي فيروس. ار ان اي فيروس. انا حافظ ان البوليمايليتس دوت اللي هو بتاع التهاب الكبد الوبائي في الاغلب يعني. البوليومايليتس فيروس ده بيبقى ار ان اي فيروس مش دي ان اي فيروس. فهو بيقول لك ليه مش بنعرف ان احنا نعمل له ريبير؟ عشان ما عنديش تمبلت. بيكوز ابسنس اوف لايجيز، لا، بيكوز ذا جينيتك ماتيريال اوف فيروس السنجل ستراندد، الماده الوراثيه بتاعتها سنجل. طب ما انا ما اعرفش هو سنجل دي ان اي ولا سنجل ار ان اي. هو مستر هو في حاجه اسمها سنجل دي ان اي؟ ايوه، في حاجه اسمها سنجل ستراندد دي ان اي، وفي الار ان اي اللي هو كده كده سنجل اللي احنا عارفينه. فطب سيب الاجابه بي كده شويه على جنب. because the ligase enzyme ادي ligase enzyme because the genetic material of virus doesn't penetrate the nucleus of the host، يبقى هو هنا كان لا برضه مالهاش علاقه. يبقى هنا بيقول لك السنجل ستراندد اللي هو ار ان ايه، بمعنى كده ان هو جابها لي ار ان ايه فيروس بس بصوره غير مباشره في صوره كلمه سنجل ستراند. ده ايه ده جيولوجيا تاني؟ لا فاكس بقى جيولوجيا. في سؤال اهو، ده مقالي ده. بيقول لك ادرس المنظر اللي قدام منك دوت اللي بيوريك شكل نوع من انواع نيوكليك اسيد. ده نوع من انواع نيوكليك اسيد، هنا 5 برايم، وده هنا مشاور من بره، وده مشاور على الجزء اللي من جوه اللي فيها بيز بير هيدروجينز، وده 3. مش عارف، حاسس ليه ان ده شكله ترانسفير. وبعدين هنا في سي سي اي اهو، في الاغلب ده ترانسفير ار ان اي لان هو كمان هنا مشاور لي على الانتي كودون اريا. عايز يبقى هاو ماني هيدروجين بورد ام بريزنت انسايد، في كام هيدروجين بوند هنا؟ اقعد اعدهم يعني؟ اوكي، طب هو هنا ده سي وجي، وده هنا اي وتي مش باينين والله. طب ما انت هنا مش باينه انسايد هنا the circle symbolized by x ايه اكس ده؟ اوكي، السيركل ديت اكس فين هيدروجين بوند؟ هو مش ماسك مع حاجه يبقى زيرو. ما هو مش ماسك مع حاجه يبقى زيرو. what is the organic compound that is lettered by A؟ فين ايه ده بقى؟ ايه هو ايه ده بقى؟ بما ان دوت ار ان ايه وانا واثق ان ده ار ان ايه لان انا شفت يوهات كتيره مكتوبه هي يو يو يو، فهقول ان الاورجانيك كومباوند المتعلم بايه دوت الريبوز والفوسفورس. يبقى ده معنى كده ان ده النيوكليوتايدز من ورا، يبقى اللي هو كان شوجر فوسفيت شوجر باك بون. فالفوسفيت شوجر هنا نوع شوجر هيبقى ريبوز شوجر. يبقى ممكن نقول فوسفيت ريبوز فوسفيت. تعال نألف لنا تأليفة حلوة كده، فوسفيت ريبوز شوجر اللي هو فوسفيت شوجر باك بون، فوسفيت ريبوز شوجر باك بون. صح جدا الكلمة دي، باك بون، لان هو فعلا ريبوز. فممكن نقول بصيغة تانية نفس الإجابة. ممكن نقول مثلا ايه عشان اضمن لو اللي بيصحح ما فهمهاش، اقول كده ان دوت ريبوز شوجر، ريبوز شوجر اتاتشد تو فوسفيت جروب، واكتبها فوسفيت كامله ما تكتبهاش بي او 4، باي كوفالنت بوند. في اسئله تانية؟ اوكي، ان شاء الله الفيديو الجاي هحل لك امتحان موك اكزام 2.